السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. اليوم جبت لكم أخبار يقلق ويخلي الواحد يعاود يحسب حسابه مليح قبل ما يشتري أي مشروب. تخيلوا معايا الشربات تتباع للناس فيها ملونات غذائية منتهية الصلاحية وبدون تحاليل ميكروبيولوجية. وش راهي القصة وش صرا بالضبط وش الخطر هنا عليك كمواطن؟ خليكم معايا للتفاصيل. في عملية مراقبة روتينية قامت بها مصالح الرقابة، تم اكتشاف كميات كبيرة من الشربات تقدر بحوالي 220 لتر كانت تتحضر وتتسوق بدون ما تدوز ولا تعدي على التحاليل الميكروبيولوجية اللازمة. والأخطر من هذا أنه تم استعمال ملونات غذائية منتهية الصلاحية. هنا لازم نوقفوا شوية. التحاليل الميكروبيولوجية مهمتها تتأكد باللي المنتوج ما فيهش بكتيريا ولا جراثيم تقدر تضر بصحة المواطن. كي تكون منعدمة راهو خطر مباشر، خاصة على الأطفال والناس اللي عندهم مناعة ضعيفة. أما الملونات المنتهية الصلاحية فهي ممكن تسبب تسممات غذائية وآلام في المعدة وحساسية جلدية ومشاكل صحية أخرى على المدى البعيد لا قدر الله. المشكل الأكبر أنه الشربات هذه غالبا تتباع بأسعار رخيصة وتلقى رواج كبير خاصة في المواسم والمناسبات كما شهر رمضان. مصالح الرقابة راهي قامت بسحب وإتلاف الكمية المحجوزة وفتح تحقيق لمعرفة كل التفاصيل ومحاسبة المسؤولين. هنا سؤال يطرح نفسه، كيفاش منتوج غذائي يوصل للمستهلك بدون رقابة صارمة؟ في الأخير لازم نكونوا واعيين أكثر كمستهلكين، نشوفوا تاريخ الصلاحية ونشريو من أماكن معروفة، ومن ما نجروش غير ورا السعر الرخيص. صحتنا راهي ما تتعوضش، وإذا شفتوا حاجة مشبوهة بلغوا الجهات المعنية. خلي بلي رايكم في التعليقات وش رايكم في هذه القضية. ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا باش يوصلكم كل جديد في حفظ الله ورعايته في فيديو قادم إن شاء الله.